بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين غيدق سبورت. مفاجآت المونديال: أسود الأطلس تسقط رفقاء لوكا مودريتش يوم المفاجآت العالمي بمونديال قطر 2022. رح نتكلم عن المباريات قبل ما ندخل بالتفاصيل. بالنسبة للناس اللي معهم توصل إشعارات الفيديوهات، أتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. ما تنسى تدعمني بلايك وتكتب لي كومنت رأيك بمباراة المغرب والمنتخب الكرواتي وسبب خسارة المنتخب الألماني. المنتخب المغربي كان عم يواجه المنتخب الكرواتي بكل شجاعة وبكل قوة يا شباب. يعني داخل المباراة عم يواجه المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018. المنتخب الكرواتي تأهل لنهائي مونديال 2018 وكان خسر أمام الديوك الفرنسية. اليوم كان عم يواجه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان نازل بكل شجاعة، بكل قوة، بكل رغبة بالفوز. المنتخب المغربي كان الأفضل، المنتخب المغربي كان الأقوى وكان المسيطر على المباراة. يعني بصراحة متفاجئ جدا من المنتخبات العربية. كل المنتخبات العربية عم تقدم أداء يشرف جميع العرب. كان مباراة قوية جدا، وبرأيي نقطة ثمينة مهمة جدا. المباراة كانت طبعا عم تنتهي بالتعادل السلبي. المنتخب المغربي نوعا ما كان ضعيف او خائف او مرتبك في الانهاء. يعني الانهاء شوي كان المنتخب المغربي ضعيف نوعا ما فيها. يعني لو كان بيمتلك المنتخب المغربي مهاجم عنده القدرة باختيار القرار الصحيح، التسديد على المرمى او انهاء الهجمة، كنا عم نشوف اليوم المنتخب المغربي عم يحصل 3 نقاط. لكن قدر الله ما شاء فعل. نقطة ثمينة جدا من المنتخب الكرواتي. المنتخب الكرواتي من المنتخبات اللي عم تنافس على مونديال. فبرأيي يعتبر تعادل بطعم الفوز، تعادل بطعم الانتصار. بالتالي ألف مبروك للمنتخب المغربي لأنه قدم أداء رائع جدا، وإن شاء الله بالتوفيق بالمباريات القادمة. الصدمة الثانية اليوم كانت بمباراة المنتخب الألماني مع المنتخب الياباني. صدمة كبيرة لكل عشاق المانشافت. مباراة كان عم يبدأ فيها المنتخب الألماني بتشكيلة جديدة مع المدرب هانز فليك مدرب بايرن ميونخ لحقق السداسية. كنا عم نشوف ضغط ألماني عالي، سيطرة بالطول وبالعرض، واسبقيه للمنتخب الالماني بهدف عن طريق ركله جزاء نفذها جوندوغان بكل براعه. المنتخب الالماني بيمتلك اسماء واسعه جدا واسماء قويه جدا مقارنه بالمنتخب الياباني. لكن شوط اول كان عم ينتهي خلينا نقول بواقعيه بهدف نظيف مع تضييع كثير من الفرص للمنتخب الالماني. الشوط الثاني يعني هانز فليك قام بعده تبديلات كاخراج توماس مولر، جمال موسيالا، جوندوغان، واشراك لاعبين اخرين ممكن خلينا نقول ليسوا بالمستوى المطلوب وليسوا بقيمه اللاعبين ليقام باخراجهم. المباراه كنا عم نشوف بدات ينخفض الرتم المباراه، ينخفض الرتم المنتخب الالماني وينخفض الاستحواذ والسيطره للمنتخب الالماني. المنتخب الياباني بدا بالخروج الى الامام، بدا بيحاول الهجمات المرتده، الهجمات السريعه. عم يسجل المنتخب الياباني الهدف الاول، هدف التعادل. المنتخب الألماني كان غير مستيقظ من الصدمة. المنتخب الياباني كان متابع للهجوم، متابع للضغط، متابع للاستحواذ، وعم يتحصل على الهدف الثاني، عم يقتل المباراة بهدف ثاني. سيناريو مشابه جدا لسيناريو منتخب ألمانيا مع كوريا الجنوبية في مونديال 2018 في روسيا. المنتخب الألماني ولاعبين المنتخب الألماني كان واضح جدا عليهم مشوشين ذهنيا وغير حاضرين ذهنيا بالملعب. طبعا المنتخب الالماني خلينا نكون واقعيين، في مشاكل، في اعتراضات كثيره على المنتخب الالماني من ناحيه دعمهم قوس قزح، من ناحيه دعمهم لهي الاعلام وهي الافكار المرفوضه بالوطن العربي، المرفوضه كقيمنا الاسلاميه. لكن المنتخب الالماني متمسك بهي الامور اكثر من المباراه. وبصراحه خلونا نكون واقعي، كانت افكار المنتخب الالماني هي ايصال هاي الافكار للعرب أكثر من اقتناص ال3 نقاط. شفنا أكثر من مشكلة. شفنا الصورة اللي كان عم يبتدئ فيها المنتخب الألماني وتعني قمع الحريات وقمع الحقوق، ولكن أكيد هاي الصورة ما بتعبر عن الحال الموجود بقطر ولا بتعبر عن حال المنتخبات العربية ولا عن الأوطان العربية. نحن هاي قيمنا الإسلامية المتمثل فيها أكيد. أما الأفكار اللي عم يفرضها المنتخب الألماني أكيد بعيد كل البعد عن الأوطان العربية وبلادنا العربية الإسلامية. طبعا رح نتكلم رياضة. المنتخب الألماني قدم أداء رائع وقدم أداء بيستاهل فيه الفوز، لكن المنتخب الياباني كان أكثر واقعية وأكثر تركيز بالمباراة، بينما المنتخب الألماني ضاع تفكيره بأمور أخرى. هذا الشيء أدى إلى صدمة كبيرة لكل عشاق المانشافت والمنتخب الألماني وخسارة المنتخب الألماني
بمباراة اليوم. مباراة صعبة كانت على المنتخب الألماني، والمنتخب الألماني وضع نفسه بموقف محرج. حاليا مطالب منه الفوز على المنتخب الإسباني اللي متغلب حاليا على كوستاريكا ب7 أهداف نظيفة، ومطالب بالتغلب على كوستاريكا، بينما ينتظر مباراة اليابان وإسبانيا بأن تنتهي بتعادل وخسارة أمام كوستاريكا، يعني أو احتمال آخر بأن اليابان ينتصر بمباراة ويخسر مباراة. تفاصيل كتير. المونديال عم تفاجئنا بمنتخبات عم نشوفها عم تبدع، منتخبات كان عليها الرهان كانت عم تخسر يعني. وتابع المونديال بكشف المفاجآت وكشف الخيبات وكشف الصدمات الأخرى. انتظروني بفيديوهات جديدة، وما تنسوني من دعمكم. توقوا بخير وصحة وسعادة. السلام عليكم.